السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. في هاد الدنيا خلق الله جوج نواع ديال الناس، كاين اللي سهل عليه الله ميسور الحال، وكاين اللي كتب عليه الله الشقاء وخاصو ديما يكوفري على راسو باش يقدر يعيش. غير كيولد وليدات وكيكبروا شوية، كل واحد فيهم خاصو يعاونو حيت الحمل كيولي ثقيل عليه بوحدو. هذا هو حالنا في العروبية. الولاد الكبار كيخرجوا يخدموا فاش ما عطا الله باش يجيبوا شوية ديال الفلوس باش يقدروا يعاونوا الاب ديالهم. اما الدراري اللي باقين كيقراو في وقت المدرسة كيكونوا في المدرسة ديالهم، وفي العطلة يا اما كيسقيو ولا كيرعاو الغنم، وكل واحد وشنو كيدير على حساب الروتين ديال كل عائلة في العروبية. سميتي يونس، عمري 25 سنة، من نواحي مدينة بني ملال. جيت نحكي ليكم القصة ديالي مع الجن، وكيفاش حتى وليت كنصلي كل صلاة في الوقت ديالها، وليت كنقرا القرآن في الصباح وفي العشية، وأي وقت كتلقاني موضي وكنتسنى الصلاة اللي جاية. عرفت باللي طريق الله هي الطريق الوحيدة اللي تقدر تتبعها وانت فرحان في حياتك. وهذه نصيحة دائما أخوي يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. غادي نرجعوا ملي كان في عمري 18 سنة، كنت كنقرا في الباك، كنت باقي ساكن في العروبية مع الوالدين ديالي. عندي زوج خوتي كبر مني. في العطلة ولا الويكاند كنعاون الوالد كل نهار وشنو كندير. مرة كنسرح البقر، ومرة كنسرح الغنم. شي مرات كنمشي نجيب ليهم الربيع وصافي. حنا ساكنين بوحدنا بعاد على الدوار، بيناتنا شي 3 كيلومتر هكاك. طاير بينا غير الزيتون والخلا. الا ما كنتيش مولف المنطقة ما تقدر تخرج في الليل. الطريق اللي كندوزو عليها جات في الجنب تاع واحد المقبرة. هاد المقبرة تخاف تدخل ليها بنهار، فما بالك تدخل ليها بالليل. دايره تقريبا بحال شي غابة. الوسط ديالها كاين واحد القبة اللي مدفون فيها واحد الولي صالح بلا ما نذكرو الاسم ديالو. القصة ديالي غتبدا من مور ما شديت الباك. دوزت واحد السيمانة في الدار، غير الراحة والفرحة ديال النجاح. الناس كيجيو يباركوا ليا: مبروك اولدي شديتي الباك، العقوبة لشي وظيفة ان شاء الله. الوالدة فرحانة بطبيعة الحال، والوالد كيقول شي نهار ولدي غادي يتوظف وغادي يعاونني. الناس كيجيبوا السكر وكيباركوا. كنت عارف بلي سيمانة تاع المشماش راه غادي تسالي وغيخصني نمشي نسرح. نهار الاثنين كيفيقني الوالد مع 6 ديال الصباح، قال لي: نوض ولدي بارك عليك، فرحة الباك سالات، يلا نوض خرج دوك النعيجات. ونضت جمعت راسي وخرجت نعاج كيف العادة. القرعة تاع الماء في ظهري، كنت ديما ملبسها واحد التريكو تاع الخيط كنسردو مزيان باش تبقى باردة. هادشي ما غادي يعرفوه غير الناس اللي عاشوه ولا الناس ديال العروبية. على كل حال كنمشي كنسرح وكنرجع للدار، وما كنتش كنرجع بكري، كنبقى تماك النهار كامل. كان واحد خويا هو اللي كيجيب ليا نتغدى، كيمشي يقابل شغالو حتى هو كيف العادة. كل واحد في الدار وباش مكلف. صراحة واخا هكاك حنا رجال ماشي مشكل، الراجل بحال الفاس فاش ما كان غادي يخدم. كانت كتبقى فيا غير الوالدة اللي كتضرب تمارة بزاف، طياب والشقا. هز الحمل ديال الدار كامل حيتاش ما كانوش عندها البنات. البلاصة اللي كنسرح فيها بعيدة عليا ب7 كيلومتر ولا 8. في العشية ما كنرجع حتى كنوصل سخفان. كتقتلني الطريق غير بالخوف. فاش كنوصل كل يوم في العشية جنب المقبرة اللي اغلب الشباب قدي كانوا كيقولوا عليها باللي فيها الجنون،
واخا ما كنتش كنتيقهم، ديك الهضره كانت كتاثر عليا. ديما فاش كنوصل حداها كنولي نترعد وكنولي نزرب. الصراحه غير الشوفه فيها كتخوف، عامره بالشجر. فاش كيكون الظلام واخا تكون في عمرك 30 سنه الا دزتي من تماك راه غادي تخاف. المهم كانوا كيسرحوا حدايا زوج دراري كانوا عزاز عليا بزاف وصحابي، تحيه ليهم من هذا المنبر. هما توام سميتهم محمد ومحسن، كانوا كيديروا النوبه كل مره وكيسرح واحد. دوزت معاهم شي شهرين عاد حفظت السميات ديالهم، صعيب تفرق بيناتهم حيتاش كيتشابهوا بزاف. وليت كنتعطل نهار على نهار. محمد محسن دارهم قريبه من البلاصه فين كنرعاو الغنم، اما انا فخاصني نمشي في طريق المقبره كل نهار. فاش كنتعطل وكيطيح الظلام كنحس بالرعب، كنشوف شي شجره كتبان ليا بحال شي جن كبير ولا شي شيطان كيتحرك وجاي جيهتي. كنبقى غادي في ديك الطريق وكنقرا القران وخايف وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هادشي راه غير كيتخايل ليا ماشي بصح، هادشي غير خوف. شي مرات كنبدا نجري على الغنم باش نخرج دغيا من ديك الطريق، كتضيق ليا فيها روحي. واخا هكاك هادشي ما كانش كيأثر عليا بزاف، كنت كنقول عادي راه غير الخوف، وبديت كنولف. حتى لواحد النهار كان يوم الخميس، الوليد ما كانش في الدار، مشى عند خوالي داليهم شي زيت ديالهم كانوا شارينه من عندنا، وحيت بعاد كان غادي يبقى ويبات تماك. اما خوتي اللي كان واحد فيهم كل مره كيجيب ليا الغداء مشاو بجوجهم للدار البيضاء، مشاو باش يخدموا تماك حيتاش اصلا ما بقى ما يدار في البلاد. موسم الحصاد سالة جايه غير الحراره وموسم الزيتون باقي بعيد. على كل حال درت الغدا ديالي في واحد الصاك وديته معايا، شويه تاع الزبده والخبز واللبن، احسن غدا بالنسبه ليا. وباقي حتى دابا كنموت على الزبده تاع البلاد واللبن. خرجت نعيجات ومشيت داك النهار، كان محسن هو اللي فيه النوبه. تلاقينا وكيف العاده خلطنا الغلم وطلقناهم يرعاو، بقينا كنلعبوا كيف ديما. وصلات وقيت الغدا، كلينا ديك البراكه وبقينا جالسين. محسن بدا كيعاود ليا باللي المقبره فيها الجنون. قلت لي اسكت صاحبي من الكذوب، انا ياك كندوز من حداها يوميا ما عمري وقعت ليا شي حاجه. قال لي راه كيخرجوا من مورا العشاء، ما فخباركش الخميس اللي فات شنو وقع لولد سي مبارك؟ ياك جرات عليه بغله عندها القرون، كان دايز من حدا المقبره وهي كتجري عليه. راه كلشي في خبار. سمعت هاد الهضره والشعر تاع راسي وقف، ولكن واخا هكاك ما بغيتش نبين لصاحبي بلي انا كنخاف باش ما يبقاش يضحك عليا ويقول لي خواف. المهم بقينا كنلعبوا، وداكشي اللي قال لي مره كيجيني في بالي، وليت كنحاول نتجاهلو. وصلت 6 ديال العشيه وقررنا باش نديو الغنم لواحد البلاد فيها الربيع مزيان وما فيهاش شجر تاع الزيتون، يعني غادي غير نطلقوهم تماك ونمشيو نلعبوا. داكشي اللي درنا، ديناهم تماك وبدينا كنلعبوا. اللعب ديالنا هبيل، مره كنتسابقوا، مره نلعبوا شي لعبه، ومره كنبداو نتشايروا على بعضياتنا بالطوب ولا الحجر. كان عقل الصغير وصافي. انا هزيت واحد الطوبه كبيره من الارض وضربت بيها محسن لظهرو حتى غوت. قال لي اي بجد، ولد الحرام هرسني من ظهري. مشيت كنجري عنده وبغيت نشوفو ياك ما مقصح بزاف، غير قربت منه وهو يهز واحد الحجره وانا نهرب منه. هو يجري وانا نجري، كيشير عليا وانا راد البال. كنت هارب وكنشوف باش الا شير عليا نخوي، ولكن محسن كان كيجري مزيان، كان هو اسرع مني ما كيعياش، بقى تابعني حتى ضربني لرجلي.
قلت لي صافي، ها انت كنتي غتهرسني يا صاحبي، جاب الله كانت غير طوبه، كون ضربني بشي حجره كنت داوني للسبيطار، ولكن بصراحه كون غير مشيت للسبيطار حسن ليا من هادشي اللي غادي يوقع ليا في هاد الليله. ريحنا وتسرحنا شويه وحنا نفكروا الغنم، خليناهم بعاد علينا. قلت لي محسن عندك غير يهربوا ولا يديهم شي واحد. مشينا كنجريو وصلنا وما لقيناهمش. انا شديت في راسي وبديت كنقول ليه هادشي اللي بغيتي، ها هما هربوا ولا داهم شي واحد. اش غادي نقول دابا للوالد الا ما رجعتهمش؟ راه غادي يقتلني. صاحبي بدا كيجري ويقلب وانا جلست في الارض وكنشوف بين الاشجار ديال الزيتون، لعل وعسى يبانوا ليا ورا شي شجره. الظلام بدا كيطيح. رجع عندي محسن وقال لي شنو نديرو دابا. سكت شويه وبقيت كنفكر. انا نقول ليه كاين جوج ديال الاحتمالات، يا اما شفروهم ولا مشاو الفصة تاع مبارك ولد العربي، حيتاش هي الفصة الوحيدة اللي كندوزو من جنبها ملي كنكونو جايبين الغنم، وكيبقاو يشوفوا فيها. غالبا غادي يكونوا مشاو لتماك. شاف فيا وشفت فيه بلا ما ندويو، مشينا كنجريو. غير وصلنا وحنا نشوفوا الغنم من بعيد غادي بيهم شي واحد. تبعناه وكنغوتو، شافنا وهو يوقف ودار جهتنا. غير وصلنا حداه وحنا نعرفوه باللي مبارك مول الفصة. وصلنا عنده وبدا كيغوت ويعاير فينا. كان هز واحد العصا كبيرة، بدا جاي عندنا بغا يضربنا، وحنا نخليو الغنم وهربنا. حنا هاربين هو كيجري علينا، وفاش كيوقف حتى حنا كنوقفو ونبداو نطلبو فيه غير باش يسمح لينا. بقينا هكاك شي نصف ساعة وحنا هاربين وهو تابعنا وحنا كنطلبو فيه. في الاخر استسلم وقال لينا صافي غير اشيو، ما غاديش نضربكم، سيروا ديو الغنم ديالكم واخر مرة تخليهم وتمشيو تلعبوا. انا درت فيه الثقة وتميت غادي دايز من حداه. غير وصلنا وهو يبدا كيعاير وجبد معايا بواحد الضربة لرجلي. بقيت شادها وكنبكي. واخا شافني هكاك ما حنش فيا، بقى كيعاير. مشى دخل الارض ديالو وخلانا. محسن جا عندي وشدني وقال لي يلا صاحبي نمشيو، راه داز الوقت. ديك الساعة العشاء كان أذن وفات. انا نط كنعرج برجلي. مشينا كنجريو عند الغنم وكان خاصنا نفرقوهم. في داك الظلام ولاو كيخافوا بزاف، ما بغاوش يتفرقوا لينا، كنبغيو نفرقوهم وكيهربوا منا. بقينا كنتحاولوا معاهم وكنضاربوا شي نصف ساعة حتى وصلت 10 تاع الليل. عاد قدرنا نفرقوهم. صافي هو دا الغنم ديالو وقصد الطريق وانا مشيت مع طريق اخرى. بلي صاحبي بدا كيبعد عليا بدات هضرتو كترجع في ودني تاع ان الجنون كيخرجوا من مورا العشاء. هاد التفكير خلق لي الرعب في الذات ديالي، خلاني كنجري على الغنم باش نوصل دغيا. وصلت حدا المقبره وانا نزيد في السرعه، بديت كنجري عليهم باش ندوز من تماك بالزربه ونوصل للدار. ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. الغنم بكثرة ما جريت عليهم بداو كينقزوا السور ديال المقبرة وكيدخلوا ليها لداخل. انا زعما كنحاول نخرجهم بلا ما ندخل، هما غير كيزيدوا يهربوا. جمدت في بلاصتي ما عرفتش شنو ندير، بقيت واقف في الطريق وما قديش ندخل، وكنحاول نخرجهم بلا ما ندخل للمقبرة، ولكن والو، بحال اللي كنخوي الماء في الرملة. وقفت وقلت هذا ماشي وقت البكا، الا ما رجعش الغنم للدار
مستحيل نمشي. تشجعت وجمعت كاع داكشي اللي بقى فيا ديال الطاقة، طلعت فوق الحيط ودخلت. كل ما كنعفط على شي عود ولا شي حاجة كنقفز من بلاصتي، واخا زعمت من الداخل خايف. كنشوف وكنقلب على الغنم كيبانوا ليا ولاو بعاد. تميت غادي تابعهم وكنجري، قلبي كيضرب بواحد السرعة كبيرة بزاف. غير وصلت حداهم تخلعوا مني، بداو كيجريو في وسط ديك المقبرة. في واحد اللحظة بديت كنسمع شي صوت من مورايا، بحال اللي تقول الخيل كيجريو. ودرت بشوية، ولكن الغريب هو انه ما كاين والو ورايا. بديت كنقرا القرآن بالجهد وخايف. محيلتي للصوت اللي كل ما تلفت كيجي ورايا، محيلتي الغنم اللي هربانين ما بغاوش يوقفوا. في واحد اللحظة كنشوفهم وقفوا بحال الا شافوا شي حد قدامهم. حسيت بالاستغراب كيفاش كانوا كيجريو وخايفين، ودابا كنشوفهم جامدين في بلايصهم حتى ودنيهم واقفين. تميت كنقرب منهم، ما داروا حتى شي حركة. انا غادي لعندهم كنحس بشي حاجة شداتني من اللور. بديت كنترعد وكنقفقف بحال شي ايد كبيرة وعندها الضفار اللي قاسوا لحمي. انا في هاد اللحظة حسيت بسخونية هبطات ليا مع السروال. بكل صراحة خوتي درتها في حوايجي من كثرة الخوف، ما قدرتش نتحكم في راسي. وكنعتذر منكم على هاد الالفاظ، ولكن خاصني نحكي لكم القصة كيف ما هي. بديت كندور بشوية والخلعة شاداني، قلبي غادي يسكت. غير درت وشفت فيه كان وجهه بحال مخوي عليه شي مقراج تاع الماء سخون. الدم هابط لي مع حناكو وكان كيشبه الشيطان. واخا نعيا نوصفو ليكم ما غاديش نقدر. هو عملاق بحال دوك الوحوش اللي كيبانوا في الافلام ديال الرعب. كنت غادي نسخف، واخر حاجة حسيت بيها وتذكرتها هي تمرميقة جاتني للوجه. ملي حليت عينيا لقيت راسي ناعس في الدار. خوتي، خوالي، عمامي وبزاف تاع الناس من عائلتي، والوليد حدا راسي، والوليد جالس حتى هو حداها. كان قبالتي واحد الراجل لابس الابيض، لحيته كبيرة، باقي كان عقل، كان النور خارج ليه من الوجه ديالو. غير شافوني حليت عينيا كلشي فرح، كلشي كيقول لي على سلامتك. كنسولهم شنو واقع، فين هما الغلم. قال لي داك الراجل اللي قدامي الحمد لله على سلامتك ولدي، راك تجاوزتي واحد المرحلة كبيرة. كان ساكنك واحد من كبار الجن، على حساب ما فهمت من كلامه انه شي جن مشهور في العالم ديال الجنون، بحال الا قلتي تحت من ملوك الجن السبعة. قلت ليهم وكيفاش حتى خرج. قال لي بلي سيمانة وهو معايا، وانا ما كنتش كنفيق، كنت ديما في غيبوبة بكثرة الصدمة. فاش كيقرا عليا داك الفقيه كان كيطلع الجن وهو اللي كان كيهضر معاه، كان كيبقى يتحارب معاه باش يخرج مني. قال لي بلي دار لي في جهده، وإلا مشى حتى شي رجع ليا شي نهار قال لي ما غاديش تحلم يخرج منك مرة أخرى. قال لي خاصك تكون ديما على وضوء، دائما الصلاة ما تفوتكش، خاصك تحاول تحفظ القرآن وتبقى قريب من الله، تقوي الإيمان ديالك. ونوصيك حاجة واحدة، الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة والوضوء دائما، باش هاد الجن يبعد منك، حيت إلا رجع ليك راه كيف ما قلت ليك مستحيل غادي يخرج. في واحد اللحظة سولته على الغنم وبدا كيضحك عليا. قال لي باقي عاقل. هو ينقز عمي وقال لي بلا ما تخاف راه رجعناهم.
بغيت نوض وحسيت بلحمي مدقدق عليا. كنت غادي نطيح كون ما شدنيش الوليد. قال لي فين غادي؟ قلت لي بغيت نوض نتوضا ونمشي نصلي ونشكر الله حيت نجاني من ديك الليله ومن هاد الجن اللي خرج مني. حتى لهنا خوتي سالات القصه. كنتمنى اللي وصل معايا حتى لهنا يخلي لي تعليق. ما تنساش تشترك في القناه وتبارطاجيها مع الاصدقاء. كان معاكم هشام سطوري، في امان الله وحفظه. السلام عليكم.